السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وصفه جديده. حبيت نقدم لكم هاد المملحات اللي يجوا بالسبانخ. كما راكم تشوفوا فيهم سهله مهله وتوجد بخمس دقائق، يعني تقدروا ديروهم. بالنسبه للمكونات واش نحتاجو، عندنا لهنايا انا لهنا درت زوج ربطات تاع السلق. من بعد راح نقص لا كونتيتي. درت شويه عليهم الملح وشويه تاع الفلفل الكحل كما راكم تشوفوا. ولهنا راح زدت عليهم غرفه صغيره تاع الثوم كما راكم تشوفوا. انا لهنا كان عندي واجد درتهم كونجيلاتور ديريكتومون. بعد ما طاب السلق كما راكم تشوفوا ونقصت لا كونتيتي، راح جبت مغرفه كبيره تاع جبن طاري كما راكم تشوفوا. نتوما استعملوا اي جبن متوفر عندكم في المنزل، وبديت نخلط فيهم ندخل كامل هذاك الفرماج مع السلق كما راكم تشوفوا. من بعد واش رحت درت، رحت جبت نصف كاس تاع حليب وزدت عليه مغرفه كبيره تاع الفارينه وبديت نخلط وخليتهم يطيبوا ابتي فو. فوالا كما راكم تشوفوا بديت نخلط كامل هذوك المكونات مع بعض حتى يمتزجوا لنا مليح. انا لهنا رحت شريت عجينه التوريق كما راكم تشوفوا فيها. شريت تاع رطل تاع 500 غرام. شهر رمضان الكريم قريب، يستحسن انكم توجدوها من قبل ولا تشروها هادو الواجدين باسكو تانيك هادو ملاح. راح نفتحها هاد العجينه كامل كما راكم تشوفوا فيها. هي من الاحسن انه ديروها في الدار باسكو تاع الدار راح تجيكم بنينه لا تاع برا. مي اللي ما عندوش الوقت يقدر يشري هاد الواجدين ويخليهم يخليها اكوتي كي تسحقوها تجبدوها من الكونجيلاتور ولا من الفريجيدير كيما حبيتو. كيما راكم تشوفوا انا راح نفتحها كامل هاد العجينه، يعني فتحوها مخشنه مرقيقه يعني متوسطه عادي، باش ما يخرجلكمش لافاس كي تكونوا حتلويو العجينه تاعكم. الصوره راح تشرح نفسها. شوفوا طريقه كيفاش راني نفتح فيها. لهنا بعد ما فتحتها كامل رحت جبت السلق تاعي اللي كنت ديجا طيبته. شوفوا راني نشفته مليح ما تخلوش مايه باش العجينه تاعكم ما توليش شامخه كي تكون حطيب. فرشتها كامل كيما راكم تشوفوا. من بعد زدت عليها شويه فرماج غابي، انا استعملت شيدار. انتم استعملوا اي نوعيه تاع الجبن تكون مليحه وخلاص. فوالا بعد ما كملت هذاك الفرماج كامل غابيتو عليها رحت نرولي فيها بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش، يعني هاد المملحات سهله مهله 5 دقائق توجد. لا كنتي مزروبه ما عليك غير بعجينه التوريق تجبديها من الفريجيدار تكوني ديجا جبدتيها اذا كنتي دايرتها في كونجيلاتور، وما عليك غير طيبي السلق وتفرشيها وتقطعيها بهذا الشكل يعني تقدروا تقطعوها بواش حبيتوا. انا عطيت لكم الطريقه تاعي اللي نستعملها وانتوما تحبوا تغيروا الطريقه ولا تحبوا ما تقطعوهاش كيما هكا ديروها كيما راهي يعني خبزه كبيره مفتوحه ولا كيما حبيتوا يعني ديروها. انا يعني عطيت لكم الطريقه، قلت لكم هذه المملحات سهله ومهله وتوجد في 5 دقائق يعني ما تتعبوش كامل معاها. وتوام شهر رمضان الكريم في بلاصه البوراك ولا تنجموا ديروا هاد المملحات وصدقوني غير تجي قرف بنينه. نتمنى تجربوها هاد الوصفه وتعطوني رايكم في التعليقات. انا لهنا ما قلت لكمش بلي كل ما نقطع وحده راح نمسح الموس باش ما توسخناش العجينه تاعنا. وهم ليك الحبات التوعية بعد ما قطعتهم بهذا الشكل وسويتهم مليح باسكو كما كتعرفوا كي كنت نقطع فيها السلق كان يخرج لي فليكوتي، نتوما سقموها باش تخرج لكم الحبه شابه. انا لهنا واش درت، واحد جبت صفر حبه تاع البيض ولا حبه تاع البيض كما حبيتو وبديت ندهن فيهم من الفوق بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا.
من بعد التزيين اختياري، تحبوا ديروا جلجلان ولا ديروا سانوج ولا ديروا كيما درت أنا، درت شوية تاع بذور الشيا، يعني واش عندكم في المنزل تقدروا تزينوا به الحبات تاوعكم. كيما نعرفوا أي حاجة تكونوا راح طيبوا فيها في الفرن تكونوا ديجا سخنتوها من قبل على درجة الحرارة 180 درجة، خلوهم يطيبوا من التحت. كي يطيبوا مليح ويدخلهم طياب زيدوا شعلوها من الفوق، وتقدروا تزينوها بطريقة التقديم كيما حبيتو. كيما انا راني لهنا بعد ما وجدولي، شوفوا كيفاش جاوني هايلين ومتحوفين. راح نزين فيهم بشويه تاع الشيدار غابي باش يجوني كيما لي مونشو. هنا راهي كراف سخونه، رحت ندير فيها بالفرماج غابي من كوتي ونزينها في طبق تقديم. وهذه هي النتيجة تاعي النهائية. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هذه الوصفة. ما تنسوش ديروا لي جيم وابوني باش يلحقكم كامل جديد. بقاو على خير وتهلاو في ربحتكم. نلتقي في وصفات وفيديوهات اخرى ان شاء الله.